تبون نصيحتي يا جماعة الخير؟ لما تشوفون امرأة في هذا السن تبيع علشان تحصل قوت يومها بالحلال، انتبهوا تعدونها، اشتروا منها أي شيء ونوا الأجر، لأنه بهذه الطريقة جالسين تعفون أسرة كاملة. أنا هذول الأشخاص يعني أحسهم يستحقون العطاء أكثر من اللي يشحذ وهو بكامل قواه. الشاهي فيه نعناع؟ لا والله سادة. سادة؟ أي. أحب السادة أنا. يعني سكر وماء. الشاهي فيه نعناع. وبعدين شغل مرتب، شهادة حضور دورة، مسار صنع الحلويات وبطاقة صحية. لا شغلك ما شاء الله صحي ونظامي يا خال. أيوة. ما شاء الله. لا والموعظة طبخنا فيها ننظفها. والله كفو عليك. ايه. ماشي. أمانة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعد قلبك إن شاء الله. آمين. هذا الشاهي لي بعد؟ أيوة. جعلك تسلمين. الله يسلمك كل شر يا ربي. ما شاء الله. يسر أمرك. والمساكين تونا شارينا البعض. الله يعطيك العافية. البعض. يا سلام، أخذنا التمر هذا، حب التمر هذا. بيتي ما في تمر. سألتها قلت بكم التمر؟ قالت بالسعر اللي تبي، 5 ريال عادي. طبعا حطيت سعر على كيفي. أنتم إذا بتاخذون من الأشخاص اللي يبيعون بالشارع خاصة كبار السن لا تدفعون بسعرهم، حاولوا تحطون سعر غير متوقع علشان الله يوفقكم وييسر أموركم. فحطيت سعر أنا على كيفي واشتريته، ففرحت الله يسعدها إن شاء الله. تعرفون كم عمرها؟ عمرها 60. عمرها 60 وتطلع وتعمل علشان قوت يومها، ولا تشحذ ولا تقول لك أنا محتاجة.